انت مش كويس، بس انت شاطر في انك تقنع نفسك انك كويس وبخير. والأغرب انك بدأت تصدق ده، مش لانك قوي، بس لانك اتعلمت تنسى نفسك وسط دوامة الحياة. مش كل اللي بيحصل جوانا بنقدر نسميه. عمرك سألت نفسك ايه فايدة ان الايام تعدي لو اللي جواك اصلا محدش سمعه، حتى انت؟ والمرهق بجد انك كل يوم بتكمل وكأن مفيش اي حاجة جواك بتوجعك، وتعودت تقول انا تمام، بس انت مش تمام. وممكن اللي محدش واخد باله منه انك طول الوقت كنت لوحدك، اكتر مما المفروض الانسان يبقى لوحده حتى وانت وسط ناس. لان الوحدة مش دايما ان ما يبقاش حواليك حد. ساعات الوحدة الحقيقية ان ما حدش يبقى حاسس بيه ولا حتى انت، ويعدي يوم وبعده يوم وكأنك مجرد بتحاول توصل لآخر اليوم. ساعات بنحس بضيق مفاجئ وكأن حاجة قفلت علينا من جوه قلبنا، وساعات بنحس إننا عايزين نعيط من غير سبب واضح، ونستغرب ايه اللي حصل وليه فجأة حاسس كده. بس الحقيقة إنه مش فجأة، الإحساس ده غالبا كان موجود من زمان، بس انت كنت مشغول عنه، مشغول انك تكمل وتستحمل وتبان بخير لحد ما اللي جواك قرر يتكلم. الضيق اللي حاسس بيه مش عدوك، والدمعة اللي بتحاول تنزل مش ضعف، دي نفسك بعد وقت طويل من السكوت بتحاول توصلك رسالة: أنا هنا، اسمعني. أنا هنا عشان نفضفض مع بعض، مش جاية أقولك اعمل حاجات معينة واسيبك لوحدك تاني. لا، أنا هنا عشان أفضل جنبك خطوة خطوة. أنا جاية أقولك حاجة واحدة بس، يمكن عمرك ما سمعتها بالشكل ده. انت مش محتاج تتصلح دلوقتي حالا، انت محتاج تبطل تحارب نفسك شوية. لو تعبان ما تحاولش تبين انك كويس، لو تايه ما تجريش ورا اتجاه مش مرتاح فيه، لو مش حاسس بحاجة ما تجبرش نفسك تحس. ويمكن لأول مرة تسأل نفسك: ليه كل مرة بختار راحة الناس قبل راحتي؟ ويمكن تكتشف إن في حاجات كنت متمسك بيها وهي أصلا اللي كانت بتتعبك.
مش مطلوب منك دلوقتي انك تفهم كل حاجة ولا تمشي الطريق لوحدك. مطلوب منك حاجة أصعب وأبسط في نفس الوقت، إنك تبطل تقاوم إحساسك وتسمح لنفسك تعترف إنه موجود، لأن اللي بيتعبك مش إنك تعبان، اللي بيتعبك إنك بتكذب على نفسك كل يوم. وأول خطوة حقيقية مش إنك تتغير في لحظة، لا، أول خطوة إنك تبطل تهرب من نفسك. اقعد مع نفسك دقيقة من غير ما تحاول تيجي عليها. يمكن تكتشف إنك مش محتاج بداية جديدة، انت محتاج بس تكون صادق مع نفسك. عارفين يا ولاد، نفسي في يوم كل واحد فيكم يقابل نفسه الحقيقية، مش النسخة اللي صنعتها الضغوط، ومش النسخة اللي اتعلمت ترضي الكل، ومش النسخة اللي فرضها الخوف أو التعب أو الظروف. أنا أقصد نفسك الأولى، نفسك اللي كانت موجودة قبل ما الحياة تسيب عليها كل الأثر ده، النفس اللي كانت أبسط وأصدق وأقرب للراحة، النفس اللي من حقها عليك إنك تسمعها. يمكن طول عمرك بتدور على حاجة ناقصاك، لكن الحقيقة إنك كنت بتدور على نفسك. عارفين، في ناس كتير تعبت من النصايح الكتير والكلام اللي بيتقال كتير عن النفس، كلهم بيسمعوا، بس قليل جدا اللي بيعرف يبدأ. لأن الحقيقة إن التغيير بيخوف. أي حاجة جديدة حتى لو هتفيدك بتخوفك في الأول، مش لأنك ضعيف، بس لأنك مش متعود تمشي في طريق مش شايف نهايته. وممكن تسأل نفسك دلوقتي، طب أبدأ منين؟ عارف يا ابني، تبدأ تعرف نفسك إمتى؟ لما تقعد معاها لوحدك، مش مع ناس ولا أصوات ولا وسط كلام كتير بيقولك تبقى مين. لما تقعد شوية لوحدك هتبدأ تلاحظ حاجات غريبة عليك في الأول. هتعرف ايه اللي بيريحك وايه اللي بيتعبك، ايه اللي بتحبه بجد وايه اللي كنت بتعمله عشان ترضي غيرك، ايه اللي نفسك فيه. يمكن الأول تحس إن ده غريب عليك، إنك تقعد مع نفسك كده من غير ما تهرب منها، بس مع الوقت هتفهم حاجة مهمة جدا،
إنك طول عمرك كنت بعيد عنها، مش لأنها غريبة عنك، بس لأنك ما خدتش فرصة تسمعها. خلي لنفسك وقت حتى لو بسيط، مش لازم كتير، بس يكون صادق. ساعتها هتعرف انت مين، ودي البداية الحقيقية، لأن التغيير الحقيقي بيبدأ من أول لحظة تبطل تهرب فيها من نفسك.